زواج المتعة يعني هو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن به في أوطاس. المتعة كزواج عادي. لا، ليس زواجا عاديا، بل هو عبث بالأعراض بكل ما في الكلمة من معنى والعادة. فالقرآن لم يتطرق للمتعة لا بإباحة ولا بتحريم كنص المتعة. فالمتعة إذن محرمة في كتاب الله، وإنما ذكر الزواج الحلال وذكر المحرم سبحانه وتعالى. وأما المتعة إنما ذكرت بالسنة إباحة وذكرت بالسنة تحريم. أبيحت للضرورة، وذلك في غزوة أوطاس بعد فتح مكة، يعني في السنة 8 من الهجرة، 3 أيام فقط. حديث علي نعم نهى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر ونكاح المتعة. عام أوطاس اللي هو السنة 8 من الهجرة، عندما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استأذنوه في أن يختصوا، فأذن لهم في المتعة، فتمتعوا 3 أيام، ثم بعد ذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. حديث علي نعم نهى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر ونكاح المتعة. الآن هذا ينسب إلى الأئمة 12، علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين وكذا، ينسب إليهم أنهم يبيحون هذه المتعة. طيب هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم هل لواحد منهم ولد من المتعة؟ لا. في عهد عمر تمتع بعض الصحابة. لا يدخل في نطاق الزنا بإجماع المذاهب أن زواج المتعة ليس زنا. يعني يقول يا ابو أنا زوجتك من الساعة ساعتين، المذاهب ال4 قالوا حرام لكنه مو زنا. كلام فاضي ما له قيمة. لماذا؟ لأن الزنا أصلا زنا، يعني هذا جماع زواج هو حرام فقط لأن صار به شرط التوقيت، وليس زنا على أي حال، ولا يعاقب بعقوبة الزنا. حرام كما لو حكيت على واحد سبيته مثلا. محلي يعني أستاذ ضاري، أنا أرى أن الزاني على الأقل إذا فعل هذه المعصية وهو منكسر ويرى أنه مخطئ ومقصر ومذنب، أفضل من ذاك الذي يفعل هذه المعصية ويرى أنها قربة. حتى يعني عندهم مثلا المتعة دي قال بها يعني بعض علماء السنة، قال بها أصحاب ابن عباس، روي عن ابن عباس نفسه، وروي عن سعيد بن جبير، وروي عن عطاء وطاووس من أصحاب ابن عباس الكبار. كلام فاضي ما له قيمة. لماذا؟ لأن الزنا أصلا زنا. زواج المتعة يعني هو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن به في أوطاس، لأن الزنا أصلا زنا.